السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خافت من مصير كاميليا فماتت مقتولة. حكاية الفنانة منى مدور. حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة مي مدور، فنانة ربما لم تلقى شهرة واسعة بسبب قصر عمرها الفني وقلة الأعمال اللي قدمتها، لكن شهرتها جاءت من طريقة وفاتها. من هي مي مدور؟ هي مي مدور ممثلة مصرية لبنانية، ولدت عام 1918 في العاصمة اللبنانية ببيروت. اسمها مي سمعان مدور، والدها صاحب محل ملابس شهير، أما والدتها فهي روسية، لذا حصلت مي على تربية جيدة واستمتعت في طفولتها بتعليم جيد جدا. حب الفن كان بيجري في دمها. بدأت الفنانة مي مدور مشوارها الفني في عروض الأزياء، ومنها انطلقت لتنافس على لقب ملكة جمال لبنان، وفازت باللقب. كان فوزها بلقب ملكة الجمال مفتاحها لدخول عالم السينما، وليس هناك مكان أفضل من هوليود الشرق مصر لكي تنطلق منه. مصر هي كانت الرائدة في الوقت ده في السينما والمسرح وكل الفنون. انتقلت مي إلى القاهرة، وهناك التقت بالفنانة كاميليا. حدث نوع من الصداقة بينهم. نجحت مي في دورها الأول في فيلم إلهام. الفيلم إلهام اللي كان عام 1950. فيلم إلهام كان من بطولة مريم مكويني ويحيى شاهين وجلال حرب وسليمان نجيب ومحمد عبد القدوس أبو الكاتب إحسان عبد القدوس وسناء سميح. الفيلم كان من تأليف محمد منظور وبهاء الدين شرف، أما الإخراج فكان لبهاء الدين شرف. قدمت الفنانة مي مدور 9 أعمال في السينما. الأفلام اللي شاركت فيها كان فيلم عاصفة في الربيع، فيلم أسرار الناس، فيلم شم النسيم، فيلم الأسطى حسن، فيلم النساء بلا رجال، فيلم عائشة، وفيلم أنا وحبيبي، وفيلم دستة مناديل، وفيلم الله معنا في سنة 1955. أي إن رحلتها الفنية كلها كانت 5 سنين فقط. ويمكن رؤيتها في دور مي صديقة عبد الجبار أحمد مختار في فيلم دستة مناديل عام 1954، ودور إلهام صديقة عصمت رشدي أباظة في فيلم الأسطى حسن عام 1952. الفيلمين دول اللي عايز يشوف مي مدور هيشوفهم في الفيلمين دول. أما بالنسبة لوفاة الفنانة صاروخ الجمال الفنانة كاميليا اللي كان بيعشقها كل الرجال وخاصة الفنان رشدي أباظة، ويقال إن الملك فاروق كان بيحبها برضو. تأثرت مي مدور بوفاة الفنانة كاميليا. وفاتها اللي أحدثت ضجة في كل الوسط الفني، خاصة إن كاميليا هي أول من استقبلتها في القاهرة، وكاميليا هي اللي رشحتها للعمل السينمائي. القصة بين الفنانة كاميليا والفنانة مي قصة درامية بامتياز. فقد صرحت مي مدور وهي في مطار القاهرة أنها أتت لتنافس الفنانة كاميليا. سمعت كاميليا بهذا الكلام فانتبهت واحتاطت للخطر الذي يواجهها. تعرفت على مي مدور وأقامت معها صداقة، حتى أنهما الاتنين سكنوا في شقة واحدة لفترة كبيرة من الزمن، وأصبحوا أصدقاء جدا. لكن البعض أوغر في صدر مي إن كاميليا كانت تكرهها، وكانت بتوصي المخرجين إن هما ما يشغلوهاش في أعمالهم. فقررت مي مدور الانطلاق لتعويض ما فاتها، خاصة بعد ما أوهموها أنها قادرة على ملء الفراغ الذي تركته الفنانة كاميليا. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وفاة مي مدور لم تغب الوفاة المأساوية التي رحلت بها كاميليا عن عقل مي مدور. كانت دايما بتفكر في الموضوع ده، لكنها كانت هي الأخرى على موعد مع حالة وفاة أبشع من حالة وفاة الفنانة كاميليا، وهي الموت قتلا في 16 سبتمبر 1955
بعد أيام من الاختفاء عثر عليها جثة هامدة في منزلها، وكانت الجثة في حالة شديد الصعوبة، لأن القتل تم قبل عدة أيام من مقتلها على يد شاب وقع في حبها، وقرر التخلص منها لأسباب ما زالت غامضة حتى اليوم. رحم الله الفنانة مي مدور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.